بزاف ديال الناس تتكلم على التعويم ديال الدرهم في 2026 وباغا تعرف واش القيمه ديال الفلوس اللي تترسل غادي تزاد ولا غتنقص، واش هادشي فيه خطر على الاقتصاد ديال البلاد ديالنا ولا لا. هادشي هو اللي غنمشيو نفسروه بالدارجه. تبعوا معايا الحلقه. بكري بنك المغرب هو اللي كان تيتحكم في القيمه ديال الدرهم مقارنه مع الاورو ولا مع الدولار. دابا بغا يديروا له واحد التعويم جزئي، يعني ماشي كلي. هادشي اش تيعني بان الدرهم باغي يستقل على الدولار والاورو ويدخل حتى هو للبورصه ويولي غادي على حساب الطلب. كان الطلب كثير على الدرهم تيتزاد، كان الطلب قليل تينقص. المغرب دار هادشي باش يكون عنده تا هو اقتصاد صحيح ويكون عنده عمله اللي هي ما تكونش معوله كثير على الاورو وعلى الدولار. تيقولوا بان هذا التعويم الجزئي غادي يشجع المغرب بالنسبه للصادرات تجاه الاسواق الاوروبيه ولا الاسواق الامريكيه وغيرهم من الاسواق، لا من حوامض ولا من قطاع ديال الطيار ولا من ناحيه الطوموبيلات وغيرهم. وكذلك تعطي للدول الاخرى واحد الصوره ديال بان المغرب اقتصاد صلب وبان العمله ديالو محميه من الصدمات اللي ممكن يتعرضوا لها عملات اخرين ناتجه للحروب ولا لشي حاجه اخرى. دابا غندوزو للسؤال المهم وهو اش غيتغير بالنسبه لنا حنا كجاليه مغربيه مقيمه في الخارج. فإلا كان الدرهم مستقر شيئا ما في هذه السنين الاخرى بالتعويم الجزئي غادي يكون واحد شويه تقلبات في ثمن الصرف ديال الدرهم، فبالتالي الاختيار ديال النهار اللي تصرف فيه العمله الصعبه غيكون مهم، لان ممكن واحد النهار يعطوك اكثر ونهار يعطوك اقل. هادشي تينطبق حتى على الشريان ديال العقار. اللي بغى يشري شي دار ولا شي بقعه ارضيه فيشوف مزيان، الا كان بغى يرسل فلوسه يشوف مزيان الصرف، فاذا كان الصرف طالع غادي يعاونك شويه. بالنسبه لعائلاتنا اللي ساكنه في المغرب فبعض الحوايج ممكن يتزادوا، لان الا الدرهم هبط الحوايج اللي كنجيبوها من برا بحال المازوط غادي نولوا نخلصوا اكثر، فبالتالي ضروري المواد الاوليه غيزيدوا فيها شويه الثمن. هادشي اللي تنتمناو ما يوقعش. سؤال اللي بزاف الناس تتساءل، واش نخاف على فلوسي اللي في المغرب؟ فالجواب هو اكيد لا، لان المغرب غادي واحد السياسه ذكيه ديال التعويم جزئي، يعني غادي داكشي غرادوالي، تعويم اللي ما تيخليش ان الاثمنه تطلع بزاف ولا ان القيمه ديال الدرهم يكونوا فيها تقلبات كثيره لا الطلوع ولا الهبوط. هادشي تنظن بان المغرب استفاد من الاخطاء ديال الدول اللي دارت تعويم كلي وانهارت اقتصاديا، خلى انه يقرر هذا القرار اللي هو قرار صائب بالنسبه ليا. وزياده على هادشي فالمغرب عنده واحد الاحتياط كبير ديال العمله الصعبه اللي تخلي ان الاقتصاد ديال البنك المغربي يكون مستقر. الخلاصه اشنا هي؟ ما تخافوش على فلوسكم، ما تبقاوش تتبعوا الناس اللي هي تتخلعكم. التعويم ديال الدرهم ماشي غرق، فهو امتحان اكيد ولكن لا بد منه، لان المغرب كبر ولا بغى يتنافس مع الكبار وضروري من هذه الخطوه ان شاء الله. فالدرهم عنده لي بازي ديالو، الاقتصاد المغربي غادي يكون ان شاء الله غيقول الكلمه ديالو، والدوله ديالنا ان شاء الله تنتمنوا لها الازدهار والتقدم. وما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو اللي عجبكم مع كاع الناس اللي مهتمه بالموضوع وتسجلوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.